السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ دوس على زر الاشتراك وفعل الجرس، لأن الرحلة اللي هتبدأ دلوقتي مش أي رحلة عادية، دي رحلة هتخليك تدخل عالم غامض مليان أسرار، قصص محدش سبق له كشفها، وأحداث ممكن تقلب كل ما كنت فاكره عن الجزر الاستوائية رأسا على عقب. الجزيرة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي جزيرة سنشيل الشمالية، الجزيرة اللي كل من زارها حس إن فيها شيء مختلف، شيء غامض لا يرى بالعين المجردة، شيء يلمسه قلبك قبل عقلك. تخيل معايا، أنت واقف على الشاطئ والرمل الأبيض الناعم تحت رجلك والمياه الصافية حواليك، لكن في شعور غريب، إحساس إن الجزيرة نفسها عايزة تحكي لك قصة. الرياح تحمل همسات من الماضي، الموجات بتكرر إشارات محدش لاحظها قبل كده. الجزيرة مش بس جمال طبيعي، كل حجر، كل شجرة، كل صخرة لهم سر مخفي، كل خطوة تمشيها ممكن تكشف جزء من لغز كبير. سنشل الشمالية مش مجرد جزيرة استوائية، ده عالم فيه طاقة مختلفة غريبة، كأن المكان نفسه حي. السكان المحليين عندهم حكايات عن أشياء غريبة بتحصل في الليل، أضواء غريبة تظهر فجأة في السماء، أصوات غير مفهومة تيجي من البحر، وكائنات بحرية نادرة ما تظهرش إلا هناك. واللي يجي للجزيرة لأول مرة ممكن يحس بشعور غير طبيعي، شعور إن كل شيء حواليك مترابط بطريقة غريبة، إن كل صوت، كل حركة، كل ظل ليه معنى. ولو لسه مش مشترك دوس على زر الاشتراك وفعل الجرس، لأن كل جديد عن الجزيرة هيوصل لك أول بأول. هتشوف أماكن محدش يزورها، قصص السكان المحليين اللي توارثوها من أجيال، حكايات عن أشياء غريبة حصلت للزوار، ومواقع أثرية مهجورة فيها رموز وأسرار تاريخية مخفية. كل ثانية هتخليك أقرب لفهم غموض الجزيرة، وكل خطوة هتزود فضولك وتشدك أكتر. الغابات الاستوائية في سنشل الشمالية كثيفة، مليانة نباتات نادرة ما تتشافش في أي مكان تاني، طيور ملونة غريبة، وحيوانات بحرية ساحرة حوالين الشواطئ. لكن وسط كل الجمال ده في شعور غامض، شعور يخليك تحس إن الوقت يمر بطريقة مختلفة، شعور يخليك تحس إن كل شيء حواليك له معنى. كل موجة، كل نسمة هواء، كل ظل شجرة جزء من لغز أكبر ما زال مخفي. ومفيش حاجة هنا عادية، الجزيرة مليانة مواقع أثرية محفورة في الصخور، أطلال مهجورة لحضارات قديمة، رموز غريبة محدش فسرها لحد دلوقتي. العلماء حاولوا يدرسوا الجزيرة سنين طويلة، لكن السكان المحليين عندهم حكايات مختلفة، قصص عن طقوس قديمة، عن أشياء غريبة بتحصل في الليل، عن علامات محدش قدر يفسرها. وبعض الصخور فيها علامات بتتحرك مع ضوء الشمس بطريقة دقيقة، مش صدفة، ده جزء من لغز أكبر مخبي على الجزيرة منذ قرون. تخيل إنك ماشي وسط الغابة، الظلال حواليك تتحرك بطريقة غريبة كأنها إشارات مخفية، الأصوات حواليك مش طبيعية، صوت الطيور مش مجرد تغريد، الموج مش مجرد صوت، كل شيء حواليك يحاول يوصل لك معلومة. كل خطوة هتقربك من كشف سر محدش يعرفه. الشواطئ المخفية بين الصخور، مياه هادية لكنها عميقة جدا، أسماك بألوان ساحرة وكائنات بحرية تظهر فجأة قدامك. بعض الزوار حكوا إنهم حسوا بأنهم مراقبين من قوة غامضة في الماء، كأن البحر نفسه عنده سر يحميه. وفي الغابات أساطير السكان المحليين تقول إن فيه أماكن محددة لو وقفت فيها في وقت معين هتحس إن المكان بيتنفس، هتحس إن الماضي والحاضر بيتقاطعوا، وإن كل خطوة فيها جزء من طقوس قديمة ما فهمهاش أحد. وبعض الزوار أكدوا إنهم سمعوا أصوات غريبة، همسات، ضحكات بعيدة، أصوات حيوانات محدش يعرفها، وده كله جزء من تجربة الجزيرة الغامضة. لو لسه مش مشترك دوس على زر الاشتراك وفعل الجرس، خلي نفسك جزء من مجتمع مكتشف الأسرار، مجتمع فاهم قيمة الغموض وعنده فضول ما يهدأش، لأن كل جديد عن الجزيرة هيوصلك أول بأول، من أسرار البحر والغابات للطبيعة المجهولة للرموز القديمة، وكلها هتخليك تحس إنك دخلت عالم ما يشبهش أي مكان تاني على الأرض. الجزيرة مش بس مكان، الجزيرة تجربة، لغز حي، شعور مختلف، كل ثانية فيها ممكن تغير نظرتك للعالم، تخليك مش بس زائر لكن مكتشف حقيقي لكل أسرارها المخفية. واللي شافها قبل كده قالوا إنك مش هتحس بحاجة مشابهة في أي مكان تاني. وكل اللي عايز يكشف المزيد لازم يشترك، يفعل الجرس، ويستعد للمغامرة القادمة اللي هتكشف لكم أسرار أغرب من الخيال. الأسرار ما وقفتش هنا، البحر حوالك مليان كائنات غريبة، أعشاب بحرية تتحرك وكأنها عايزة توجهك لمكان معين،
الصخور فيها نقوش قديمة محدش فسرها، وبعضها مرتبط بأساطير عن كنوز مخفية، عن حيوانات أسطورية، عن أحداث حصلت منذ آلاف السنين وما زال أثرها موجود لحد دلوقتي. كل خطوة تمشيها ممكن تكشف جزء من اللغز، وكل مرة تحاول تفهم حاجة الغموض يزيد. الغابات الاستوائية العميقة فيها أصوات، همسات لا ترى بالعين، طيور غريبة تراقبك من فوق، ورياح بتغير اتجاهها بشكل غامض. كل ده شعور مش هتلاقيه في أي جزيرة تانية، واللي يجي لأول مرة ممكن يحس إن الجزيرة نفسها عايزة تختبره، تختبر فضوله، شجاعته، قدرته على الاكتشاف. وفي وسط كل الغموض ده لو ركزت هتلاحظ علامات صغيرة، رموز صخرية، مسارات مخفية بين الأشجار، نباتات نادرة، وكلها دليل على حضارات قديمة كانت عارفة أسرار الطبيعة والبحر. وكل معلومة صغيرة هتخليك أقرب لفهم اللغز الكبير للجزيرة. ولو أنت لسه مش مشترك، دوس على زر الاشتراك وفعل الجرس دلوقتي. خلي كل جديد عن الجزيرة يوصل لك قبل أي حد. خلي نفسك جزء من كشف الأسرار، جزء من رحلة مليانة غموض وإثارة، جزء من تجربة مش هتتكرر في أي مكان تاني. رحلة سينشل الشمالية مش هتقف هنا. الجزيرة مش بس مكان، الجزيرة شعور، تجربة، لغز حي، وكل ثانية فيها هتغير طريقة تفكيرك، وهتخليك مش بس زائر لكن مكتشف لكل الأسرار المخفية، لكل الغموض اللي ما يقدرش أي حد يكشفه بسهولة. وكل كشف جديد هيوصلك أول بأول لو كنت جزء من مجتمعنا، لو أنت مشترك وفعلت الجرس.